بابا يا حبيبي بتقول لك ماما اللي فيها الصلصه. انا بقلبها اهو يا ابني. ماشي، هي بتقول لك يعني نزلت تجيب حاجات من العطاره وجايه كده. تمام ماشي. ومين اللي رزق الباب ده كده؟ هديه. اطلع يا محمد كده، عايزه ابوك في كلمتين يابا. اطلع بره. في ايه؟ اللي انت عملته ده عند اختك. عملت ايه؟ لا ركز كده معايا، سيب كده الصلصه دي كده. ايه اللي عملته عند اختك؟ عملت ايه؟ يعني ايه عملت ايه؟ احنا مش باعتينك تحل المشكله بينها وبين جوزها؟ اه تطينها اكتر. مع اختك اللي غلطان. ضربها تاني وفرج عليها لا اله الا الله وجرجرها من شعرها قدام الناس. انت مبسوط؟ لو ده يرضيك يبقى انت ما انتش راجل، وانا اختك الصغيره وبقول لك لو طب ده احترمي يرضيك. نفسك. لا انا مش هحترم نفسي. احترمي طالما نفسك انت ما يعني. بتحترمناش وما بتعززناش قدام جوازاتنا يبقى انا مش هحترمك، يبقى انا هقل منك. اما اختك شتمته في الشارع قدام الناس. شتمته؟ اعمل ايه؟ شتمته علشان ايه؟ شتمته يعني واحد جاي يضربك، واحد جاي يهينك، واحد جاي يقطعك كده، انت هتسكت له تقول له انا واقف لك اهو اضربني وموتني وبهدلني انا مبسوط اضرب كمان؟ لا يا اختي، اللي اختك حكته غلط. خلي اختك غلطانه. ماشي. وهي مش غلطانه، خليها غلطانه. انا همشي ورا كلامك. تقوم انت تقول لجوزها، تقوم تقول لجوزها اضربها وكسر عظمها وانا جت فين؟ يا اخي عزز اختك قدام جوزها. خلاها هي غلطانه، اقول له هاتها عندي وانا هربيها واجيبها لك، مش انت تقول له اضرب وكسر عظمها وانا هاجي ادفن. ما فيش راجل اسمه ما بيضربش ست. ما جوزها هي دي الكلمه الخايبه اللي انت قلتها له، وبناء عليها قال لك ايه؟ اشكرك اديتني الاذن وماسكها مطحنها قدام الناس ومبهدلها وظلت بكرامتها الارض. امال انت اخونا ازاي؟ انت اخونا الكبير بالاسم ولا على الورق ولا ايه بظروفك يعني؟ مش انت المفروض سندنا بعد ابويا الله يرحمه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. المفروض سايب لنا راجل. مش لا مؤاخذه واحد زيه زي اخواته البنات. زي اخواته البنات؟ يا رب تكون فهمت الكلمه. طب احترمي نفسك يا هديه. لا انا مش هحترم نفسي. احترمي نفسك. انا مش هحترم نفسي. بقى جوزي انا اللي هو جوز اختها يروح يجيب لها حقها منه، وانت اللي اخونا تقول له كمل عليها. ليه؟ ليه؟ عشان تبقى تحترمه بعد كده في وسط الشارع. والله هو انت جايب القانون بتاعك ده منين؟ مش فاهم. انا غلطت فيكي وكل حاجه وما اديت ايدي عليكي، بس لما قالك اعملي كذا واحنا ماشيين في الشارع وامشي باحترامك وتقلي منه وتشتميه في الشارع، لا انا اكسر عظمي. لا ما تخليش جوزها يكسر عظمها، هاتها انت في بيتنا ونكسر احنا عظمها. مش تقول لجوزها كسر عظمها واعمل اللي انت عايزه وانا اجي اتفرن عليها اقول لاختك ماتت تعالى ادفنها. انت قليل الاصل. بدل ما تعززنا، شايفه كده يعني؟ بدل ما تعززنا. وجوزها انت عارف ان جوزها يعني انا مش عايز اغلط واشتم، ابن ناس زباله خد منك الكلمه واعتمدها. بقى بيبهدل اختك ويضربها كل يومين والتاني قدام الناس. عاجبك؟ اختك تقول لك انا هاجي بيتك، تقول لها لا مفيش عندي حد بيغضب. ما تغضب، ايه المشكله؟ طب ما تغضب وتيجي بيتك، تيجي تقعد في بيت ابوها معززه مكرمه، ايه المشكله؟ ان ما شالتهاش الارض نشيلها فوق دماغنا. خلي عندك دم يا اخي. ماشي خلي عندك دم. حاضر. يعني ايه حاضر؟ هبقى خلي عندي دم المره الجايه. لا انت تروح دلوقتي تصلح اللي انت عملته. نصلح اللي انت عملته، مش نسيب الدنيا تتشعلل كده ونقعد ونقول ماشي فيما بعد هنبقى نصلح. لا انت تروح بيت جوزها دلوقتي وتقول له اختي ما تمدش ايدك عليها، غلطت تعرفني انا راجلها، غلطت تعرفني، ليها اخوات كبير تكلمه ويجيب لك حقك. انما انت ما تمرمطهاش كده قدام الناس. اختك مذلوله قدام الناس، مش كده يا اخي؟ حاضر يا هديه. لو مراتك انت ترضى تعمل فيها كده؟ انت ما بتعملش في مراتك كده يعني عشان مراتك بنت ناس واختك بنت ناس. المفروض انت تكون سندها، المفروض انت اللي تشرفها كده قدام جوزها وعيلته. المفروض لو جوزها عمل لها كده تديله انت كده. حاضر يا هديه، هروح اجيبها حالا اهو. لا مش تجيبها، انت عزز اختك قدامه واديله كلمتين في جنابه وعرفه ان اختك وراها راجل يسد عين الشمس. حاضر ماشي بعد اذنك. انا غلطان من الاول. اروح اجيبها واجي.